اتجوزت شخص مش من بلدي، شخص خليجي أكبر مني في السن ب25 سنة، وتخيلت إنه هيعمل حساب لفرق السن وإنه هيخليني ملكة زي ما قالي. ما كانش باين أبدا عليه اللي عمله معايا بعد كده. صاحب القصة بتقول اسمي هاني، عندي 20 سنة، كان كل طموحي إن أنا أتجوز حد من الآخر كده يراعيني ويدلعني ما يخلينيش ناقصنا حاجة، وطول الوقت يجيب لي كل اللي أنا محتاجاه، لأن شيل المسؤولية ده حاجة صعبة جدا. كنت حابة إن أنا أعيش زي أي ست، إن أنا لازم برضو إن أنا يعني أكمل حياتي من أنا أبقى مبسوطة وأخلف ويبقى عندي بيت وأولاد، وإن مبقاش مسؤولة عن أي مشكلة، يبقى ليا ظهر كده أتسند عليه. فطبعا كان بيتقدم لي ناس عندنا من البلد، بس يعني ناس بسيطة جدا، يعني مش أحسن حاجة، ما كانش فيهم حد بيعجبني، وكلهم ظروفهم ضيقة، وكلهم محتاجين اللي يساعدهم. وأنا تعبت بقى طول الوقت شايلة شايلة المسؤولية مع والدتي، وشايلة الهم زي ما بيقولوا، وغير والدتي الهم اللي كبرها قبل الأوان وخلاها دبلت وهي وردة مفتحة، بسبب إن والدي كان عاجز وما كانش بيقدر إن هو يشتغل. كانت هي شايلة كل حاجة، وشايلة المصاريف، وشايلة هم الأولاد والكبير والصغير. ولكن أنا في الوقت ده قررت إن أنا أرتبط بحد، إن هو يراعيني ويخلي باله مني، وإن في نفس الوقت يخليني مبسوطة وكل الاحتياجات عندي. الحب بقى واللفلفة والحاجات الحلوة التانية الكتير دي ما كانتش بتيجي في بالي الصراحة، يمكن عشان كنت لسه صغيرة والموضوع بالنسبة لي كله مجرد إنه كلام فاضي زي ما بيقولوا، يعني مكنتش فاهمة معناه. المهم إحنا كان عندنا جارتنا واحدة كانت متجوزة برّه، شخص يعني برضه كان كبير في السن، لكن ما كانش بيجيب أولاد خالص، وكان من الآخر كده عامل لها حاجات يعني ما فيش بعد كده جمال. كان الدهب ده في إيديها الاتنين، من أول إيديها كده لحد نصها، وكانت الفلوس دي بترشها كده على أهلها والهدايا واخواتها اللي عايز يسافر والقرايب، ما كانش بيرفض لها طلب، وكانت بتيجي كده برنسيسة، يعني حاجة كده ولا في الخيال. وكانت في نفس العمر بتاعي، وهو كان فعلا أزيد من عمرها حوالي 25 سنة أو 20 سنة. فقلت ليه ما بقاش زيها وما خليش أهلي زيه زي ما هي عاملة مع أهلها. لقيتها بقول لها يعني شوفي لي كده جوازة حلوة كده زي جوازتك. فقالت لي في حد صديق لجوزي كان بيسألني لو عندك عروسة حلوة زيك كده انت عارفاها ان هي كويسة. فقلت لها انا موجودة اكيد من غير كلام، مش عارفة ليه من غير ما افكر. فقالت لي خلاص ممكن ان انا اكلمهولك تكلميه ويشوفك وتشوفيه، ولو وافقتي يبعت ييجي يعني يكتب الكتاب وياخدك ويسافر. فقلت لها أكيد. المهم فعلا ده اللي حصل وتم، واتعرفنا واتكلمنا. هو شكله ما كانش أحسن حاجة لأن فرق السن كتير، لكن كان مهتم بنفسه ولابس كويس وشكله كويس، فقلت مش مشكلة بقى. طلبت المهر اللي أنا عايزاه والشبكة اللي أنا عايزاها وكل حاجة أنا محتاجاها، وفعلا مردليش أي كلمة وقالي كل اللي انتي محتاجاه أو عايزاه هيوصلك وزيادة. وده فعلا اللي حصل. كانت صديقتي جاية زيارة أسبوع عند أهلها، فهو قرر يجي عشان صديقه اللي هو زوج صاحبتي إن هو يجي يخلص معاه كل حاجة وهو موجود. نزل بعدها على طول وبدأ إن هو جاب المهر معاه اللي أنا طلبته، وأخدني وجاب لي كمية الدهب اللي أنا قلت عليها وكل حاجة أنا عايزاها. تمام. وطبعًا بقى هو ما كانش عايز منّي أي حاجة، فاشترى لي مجرد بس شوية ملابس، وبعد كده كتبنا الكتاب وعملنا الفرح على طول، وسافرت مع صديقتي دي وجوزها وجوزي، وخلاص بقى كنت متطمنة بيها جدًا. إحنا أصدقاء من الطفولة، والصراحة يعني عارفاها كويس. قُلت إن أنا أسافر، منها أشوف الدنيا وأغيّر جو وأشوف حياة جديدة،
واهرب بقى من المشاكل والفقر اللي احنا عايشين فيه ووجع الدماغ والمسؤوليات وكل الحاجات دي. عايزة أعيش دنيا تانية غير الدنيا اللي أنا عايشة فيها. ولما رحت لقيته الصراحة مودينا على شقة حلوة جدا في مكان راقي جدا. كان جميل. قضينا فيها حوالي شهرين بالظبط. وبعد كده اتفاجئت من إن هو بيقولي جهزي شنطتك عشان خلاص هنرجع بيتنا. قلتله ليه؟ هي دي مش شقتنا. قال لي لأ، دي شقة أنا واخدها كده إيجار مؤقت لأن كنا بنقضي فيها أول بس شهور لجوازنا عشان نكون براحتنا. استغربت جدا من الكلام ولكن قلت ماشي. قال لي أنا عندي بيت كبير خاص بيا، ايه اللي قعدني هنا؟ المهم فعلا أخدت شنطة هدومي ورحنا البيت. ولما رحت البيت اتفاجئت باللي عمري ما كنت أتخيله أو أتوقعه في يوم من الأيام. اتفاجئت إن هو متجوز 2 غيري، والبيت فيه أولاد كتير، حوالي 6 7. طبعا استقبلوني عادي جدا بكل برود وهدوء، وعرفنا عليهم وقال لي إن دولت ضرايرك يعني مراتاته. وكان الموضوع بالنسبة لي زي الصدمة اللي نزلت عليا، ولكن لقيت الاستقبال كويس وإن هم كلموني كويس، فما لقيتش عندي حل تاني. خفت بقى من الناس وكلام الناس، وزعلت جدا من صاحبتي. حاولت إن أنا أتكلم معاها فقالت لي إن أنا ما كنتش أعرف حاجة، وكنت فاكرة إن هو ما عندوش زوجة وكده، لأن كان فعلا هو متزوج زوجة قبل زوجته اللي هو اتجوزها بعد الست اللي توفت. فكل معلوماتي إن هو زوجته متوفية، فما أعرفش أكتر من كده. فطبعا حكت لها على الوضع وعلى كل اللي أنا فيه، فلقيتها بتقولي عيشي بقى واصبري وحاولي إن انتي تقدري إن انتي تجمعي أي مبلغ عشان لو فكرتي تسافري أو كده وأنا موجودة وهساعدك وكلام كتير من ده. المهم إن هي كمان طمنتني، فعشان كده بدأت إن أنا أكمل في اللي أنا فيه، وعمري ما كنت أتخيل بعد كده اللي ممكن يحصل. بدأت إن أنا أعيش عادي، كانت طول الوقت شغل من أول اليوم لآخر اليوم. كنت أفضل أشتغل كتير جدا لدرجة إن أنا كنت ببقى مش قادرة. وفي الوقت ده كان ليه طلبات خاصة كتير. اليوم اللي كان بيبقى موجود عندي كان بيطلب مني حاجات خاصة ياما. ما كانش عندي الصراحة الإرادة إن أنا ممكن أوافق على إن هو يعمل كده. أنا من النوع اللي هو يعني الجسم اللي هو الكرفي ده والبطة مشدودة شوية. المهم إن أنا كنت رافضة أي طريقة، بس مع مرور الوقت بدأت إن أنا أخضع لكل أمور الحياة اللي موجودة، لطلباته ولطلبات الأولاد ولطلبات العيشة. بدأت واحدة واحدة كده أوافق على أي حاجة تقابلني. كان بيقضي وقت حلو وأنا الصراحة ما كنتش ببقى مبسوطة خالص. الموضوع بالنسبة لي كان بارد جدا وما كانش بالنسبة لي بيخليني إن أنا أحسن حاجة. الحياة كانت صعبة، طول الوقت شغل، طول الوقت ملل، طول الوقت التحكمات اللي من الكبير والصغير. مرت عليا سنة كانت من أصعب سنين حياتي، اللي عمري ما تخيلت أبدا إن هي ممكن إن أنا أتحط فيها. هي دي الحياة اللي أنا كنت بتمناها، وهي دي الحياة اللي كان نفسي فيها، وكان نفسي إن أنا أعيش وأبقى مش شايلة مسؤولية ومبقاش شايلة هم حاجة، وأفرح كده وأفرح بشبابي وأتفرج على الدنيا. يا ريتني ما جيت ويا ريتني ما وافقت على دي جوازة. حسيت إن أنا اتسرعت وإن أنا حطيت نفسي في مشكلة مش عارفة ممكن أخرج منها أصلا إزاي. كلمت صاحبتي وقلت لها أنا عايزة أرجع يعني. قالت لي صعب جدا تقدري تخرجي من البلد من غير إذن جوزك، فالموضوع مش سهل وما ينفعش اللي انت عايزة تعمليه. وكان كلامها المرة دي معايا سخيف جدا، يعني عمري ما تخيلت ان هي تكلمني بالطريقة دي. قالت لي ما انت يعني كنت فاكرة انك هتتجوزي جوازة زي جوازتي؟ أنا مختلفة عنك طول عمري، وأنا مختلفة عنك في كل حاجة، في الجمال وفي التفكير وفي الوضع وفي الطريقة وحتى في الحظ.
بس انت دايما اللي حاطة نفسك في العالي، وقانعة نفسك انك انت الأفضل. فطبعا هنا حصل زي صدمة ليا كده، أنا مبقتش فاهمة حاجة، هي ليه بتقولي كده؟ قالت لي من الآخر كده هو ده اللي موجود، وأنا ماليش دعوة ولا دخل بأي حاجة تخصك، وأقدر إن أنا مش موجودة هنا أصلا عشان ما تعمليليش مشاكل مع جوزي. وقفلت السكة في وشي وأنا بتكلم. الموضوع بالنسبة لي كان صدمة. فمن ساعتها خلاص قررت إن الإنسانة دي مع الأسف اللي هي الوحيدة اللي أنا أعرفها ما بقاش ليا معاها أي طريقة للكلام. وفضلت عايشة وصابرة على كده حوالي سنة، ودخلت في سنة ونص. كنت محوشة مبلغ كويس، هو مش كتير بس يعني يقدر ان هو على الأقل يسفرني بعد كده، يتبقى معايا مبلغ كده. وكويس جدا ان انا سبت الدهب بتاعي هناك عند اهلي بس من غير ما اقوله. ولما اكتشف ضايقني جدا وبدأ ان هو يتعامل معايا بطريقة يعني غير تكون كويسة خالص. بس أنا استحملت، مش عارفة ليه كنت حاسة يعني إن ده الصح، إن أنا أسيبه هناك وما أجيبوش معايا هنا. قلت أكيد بقى إن أنا هيجيلي هنا أحسن وأفضل، فمش مشكلة أما أخليه عند والدتي عشان لو احتاجت حاجة ولا كده لما أدبر أموري. والحمد لله إن أنا سبته أصلا. المهم إن في الوقت ده كله أنا كنت بتواصل مع أهلي، بس لما كان بيخليني أكلمهم كان طول الوقت بيبقى واقف جنبي، ومانعني إن أنا أبلغهم بأي حاجة تخص حياتي، أو أي حاجة تخليني إن أنا أقول لهم يعني إن أنا ليا هنا فيه على ذمته واحدة واتنين، وإن أنا متبهدلة والحاجات دي كلها. كنت طول الوقت أطمنهم وأقول لهم إن أنا كويسة، وهما كانوا طول الوقت بيطلبوا مني آه إن أنا أرجع وكده وأقضي معاهم شوية وفترة. اتفاجئت كمان بإن والدتي بتقولي إن والدي تعب جدا، وكان محتاج يعمل عملية وكده، وكانت محتاجة مبلغ، وأنا ما قدرتش أقول لها حاجة. هما كانوا فاكرين إن أنا عايشة مستقرة وإن جوزي كويس وكده. بدأت إن أنا اضطريت غصب عني أكلم جوز صاحبتي دي، بس من غير علمها، بإذن جوزي. يعني أخدت تليفونه من غير ما يعرف وكلمته، وترجيته إني مقدر إنه يساعدني، وحكيت له قد إيه إن أنا عايشة مش مبسوطة وإن أنا محتاجة مساعدته. وإن أنا كلمتها، بس يعني كلمت صاحبتي دي بس هي متجاوبتش معايا وقالت لي كذا كذا. فالصراحة عمل معايا موقف شاهين جدا، يعني عمري ما تخيلت إنه ممكن يعمله. لقيته بيقول لي أنا هقدر إن أنا أساعدك وأعملك كل اللي أنت عايزاه. اداني ميعاد وفعلا رحت له فيه، وبدأ إن هو يحول لأهلي المبلغ اللي هم محتاجينه. وأنا قلت لهم إن هم ما يبلغوش، يعني ما يتكلموش فيه مع جوزي ولا حاجة عشان هو ما يعرفش عنه حاجة. وفعلا ده اللي حصل، وبقيت كل ما احتاج حاجة أحاول إن أنا أكلمه. كان بيكلمني بطريقة حلوة جدا، وطبعا كان عارف المعاناة اللي أنا فيها. آه الصراحة لقيته في يوم بيقولي ايه رأيك لو أقدر أساعدك زي ما انت عايزة، وإن أنا أروحك البلد. فقلت له يا ريت. قدر إن هو يقنع زوجي إن هو يطلقني، وفعلا قدر إن هو يساعدني إن أنا أرجع لأهلي. طبعا لما رحت لهم في الوقت ده ما قدرتش أقول لهم إن أنا اتطلقت، لأن استقبالهم وفرحتهم وكل الحاجة ديت يعني خلتني سكت. والموضوع مر زي أسبوعين أو أكتر، ولقيت والدتي بتسألني وبتقولي مش ناوية إن انتي تسافري؟ يعني مش شايفاكي بتكلمي جوزك ولا جوزك بيكلمك ولا حاجة؟ انتوا زعلانين مع بعض ولا في حاجة؟ فلقيت نفسي انهارت كده من العياط، وقلت لها أنا مش هنرجع تاني لأن أنا خلاص اتطلقت. طبعا كانت مصدومة، ولما حكت لها على كل حاجة هي اتفاجئت. وفي الوقت ده طبعا قالت لي كويس ان انت رجعتي لي بالسلامة. كانت صراحة كلامها حلو جدا، ولكن مع مرور الوقت بدأت الأزمة عندنا المالية تزداد، بالذات بعد عملية والدي اللي خدت كل الفلوس، لأنه كان تعبان جدا. فالأمور ما بقتش أحسن حاجة. اضطريت إن أنا أخرج بقى وأدور على شغل وأشتغل، وغصب عني أرجع لكل المعاناة وأشيل نفس المسؤولية وأكتر كمان. بس الفرق هنا إن أنا كنت في الأول بنت، لكن دلوقتي بقيت واحدة مطلقة قدام كل البلد وقدام كل الناس. أنا واحدة مطلقة، يعني ليا نظرات خاصة ومعاملات خاصة. طول الوقت محدش بيرحم الواحدة المطلقة دي أبدا.
بالنسبة لنا زي حاجة كده عيبة كبيرة أوي. فكنت بقابل يعني مشاكل كتير جدا، ولكن كنت مضطرة إن أنا أكمل. رحت أكتر من شغلانة، كنت في كل مرة بقابل فيها نفس المشكلة، إن صاحب الشغل بيضايقني وإنه بيطلب مني إن أنا ساعات كتير أروح المخزن، وإن لازم أوافق، ولما برفض إن أنا أروح عشان أشتغل في المخزن ويشتغل معايا، كنت بارفض بعض الأحيان كتير، فكان بعدها على طول بيتم طردي من الشغل. ففي الوقت ده بقى بقيت أتخنق، يعني أي مكان ينطلب مني كده، أي حتى يتطلب، مش ذنبي إن أنا جميلة، مش ذنبي إن أنا ما قدرتش أستقر، مش ذنبي إن أهلي ناس بساط وطيبين وغلابة جدا محتاجين اللي هو يساعدهم ويقف جنبهم، مش ذنبي، كل ده مش ذنبي. فاضطريت برضه حتى الشخص اللي بيحاول يهرب من المسؤولية وإنه مش عايز يشيلها، برضه الظروف بتضغطه إن هو يرجع برضه يشيل غصبٍ عنه. المهم لقيت في يوم تليفوني بيرن، وكان بالنسبة لي المكالمة دي كانت جايالي في وقت وأنا أشد الحاجة للفلوس، يعني عايزة فلوس بأي شكل، بسبب إن أنا مش قادرة أشتغل، بقيت حاسة إن أنا مجهدة جدًا وباتعب ومش باقدر أشتغل طول الوقت، وحاسة إن أنا تعبانة، وفي نفس الوقت برضه ما بقيتش طايقة أتعامل مع البشر أصلًا. والدتي حاطة عليا الحمل كله، بتساعد على قد ما تقدر، لكن مفيش برضه بإيديها حاجة، هو أنا بحكم إن أنا رجعت لكل الشقة اللي أنا فيه ده لازم إن أنا أكمل. اتقدم لي كذا حد من البلد بس ما كانوش أحسن حاجة، يا إما متجوز وعايز يتجوز على مراته وبرضه هقابل نفس المعاناة اللي كنت فيها، يا إما مراته متوفية وعنده بدال العيل تلاتة وأربعة وظروفه زي النيل. فالصراحة ما تقدمليش حد كويس يعني، فرفضت، ورفضت كمان الجواز خالص. ففي الوقت اللي جالي فيه التليفون ده كانت نفسيتي متدمرة وما كنتش فعلا قادرة. لقيته زوج صاحبتي اللي قدر يساعدني ويخلصني من اللي كنت أنا فيه، رحبت بيه جدا وكلمته بأسلوب راقي وهادي كده، يعني حلو كده، فزي ما يكون حد كده جالك في وقته يعني. المهم بعتلي فلوس وقال لي اعملي حسابك إن انتوا لازم تغيروا المكان اللي انتوا فيه ده خالص. فقلت له ازاي وهنعيش ازاي وبناء على ايه وكل الحاجات دي. لقيته بيقول لي من الآخر كده أنا عايز أتجوزك ومش هينفع في البلد اللي انت فيها عشان أهل مراتي ما يعرفوش. فقلت له مش هينفع وكده، قال لي خلاص. المهم لما لقيته زعل حاولت ان انا اعود عليه الاتصال، وحاولت ان انا اكلمه واقول له ان انا موافقة، ولكن هو بعد ما جاب لنا الشقة وكتبها باسمي، وكمان فتح لنا محل صغير كده ناكل منه عيش، لقيته قبل الجواز بساعتين بعد ما عمل كل ده بيطلب مني الشرط الأساسي، آه إن أنا ما اجيبش سيرة لصديقتي دي خالص، ولا في يوم من الأيام أحاول أكلم أهلها، وإن أنا مش هنجيلك في غير كل سنة شهر. يعني الموضوع بالنسبة لي هنا بقى كان صدمة، واضطريت إن أنا أوافق لأن ما كانش عندي أي حل تاني. ففعلا قضيت حياتي أكتر من 10 سنين دلوقتي ما بيجيليش غير في السنة كلها شهر واحد بس، ومعظمه يعني بنقضيه كده أيام عادية، مش باخد أي حق من حقوقي، طول الوقت حقوقي كلها مهدورة. بدأ سني يكبر، بدأت إن أنا أبقى إنسانة تانية خالص، عايزة حاجات كتير أوي، وده كان غصبٍ عني مش بمزاجي. في نفس الوقت مش بالاقيه موجود، في نفس الوقت أنا اللي قبلت بكده، مش قادرة أعمل أي حاجة غلط، وفي نفس الوقت محتاجة حاجات كتير، وفي نفس الوقت هو ما عندوش الإمكانية إنه ييجي أكتر من كده. هتقولي لي هو متمسك بصديقتك دي ليه؟ هاقول لكم ما أعرفش، هو في بينهم كيميا كده غريبة مبيقدرش إن هو يستغنى عنها أبدًا، ودايمًا مفضلها عن روحه نفسها. ما أقدرش أقول إنه حب، لإنه لو حب يعني ليه عمل كده؟ بس اللي اكتشفته بعد كده إن هو اللي عمله معايا ده كان نظام مساعدة، بس في نفس الوقت كان ليه مقابل، المقابل إن أنا أفضل قاعدة كده زي ما أنا. فالموضوع بالنسبة لي بقى حاجة صعبة،
مش قادرة أتحمل. الموضوع كل يوم بيزيد معايا بالذات إن أنا بقيت ألبس وأتمكيج وأتعطر ومزاجي بقى رايق، مبقاش عندي في حياتي مشاكل، ده غير إن أنا لو احتجت أي حاجة وحاولت أتواصل معاه أصلا بيبعتلي كل اللي أنا محتاجاه بزيادة. بقت الحياة حلوة ومش ناقصها غير الحاجات اللي أنا عايزاها، وطول الوقت شاغلة بالي وشاغلة تفكيري. الموضوع بيزيد كل يوم أكتر من الأول. لحقت نفسي كنت هعمل حاجة يعني مش حباها مع شاب كان شغال عندي في المحل، ولكن الأمور عدت وقدرت إن أنا أسيطر على الموقف. لكن كل ما أغمض عيني أفتكر اللي حصل، وكل ما شوية يجي في بالي الموضوع مش عارفة، حاولت إن أنا أتطلق منه لكن هو رفض، وفي نفس الوقت مش عارفة أعمل ايه.